مروحي براميل، الكلمة اللي عالقة بأدماغ السوريين جميعا. اليوم للمرة الأولى بعد 14 سنة من ارتكاب المجازر من خلال هاي الطيارات، طيارات الهليكوبتر اللي كان عم يستخدمها نظام بشار الأسد الساقط لقتل السوريين، اليوم راح تكون مهمتها غير، راح تكون مهمتها هي حب تجاه الشعب السوري. كونوا معنا وشوفوا شو راح تكون مهمة هاي الطيارة اليوم ذكرى الثورة السورية ال14. اليوم بذكرى الثورة السورية بعد 14 عام، هاي الطيارة اللي شايفينها خلفي تلقت مهمة من إدارة وزارة الدفاع بأنها تطلع فوق في ساحات الحرية في سوريا وتقوم بإلقاء الورود والزهور والقصاصات اللي عليها عبارات جميلة للشعب السوري اللي عم يحتفل الآن في الساحات. طبعا مثل ما انتم شايفين الآن هبطت الطيارة ومعنا الشباب اللي كانوا قادة هاي الطيارة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير يا رب. احكي لنا شو شعورك اليوم؟ شعور لا يوصف، يعني ما في كلمة تعبر عن شعورنا وعن فرحتنا وفرحة الشعب السوري بعد الانتصار هذا وبعد الصبر الطويل. عرفت شلون؟ وبنتمنى من الشعب السوري كله يلتف بصدق حول القيادة الحكيمة الجديدة إن شاء الله، كلياتنا نكون إيد واحدة. نعم. لبناء الدولة بشكل أفضل من اللي كان سابقا. الله يعطيكم ألف عافية. الله يعطيكم ألف عافية. سيادة العقيد الله يعطيك ألف عافية. سيادة العقيد كان مرافقنا فوق بالطيارة، موجود معنا لحظة بلحظة. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك ويسلمك. شفتك هيك مثل دمعت عينك وانت اي فوق. والله دمعت عيننا. يعني ان شاء لو الله شوي كان زتنا هو مع تفضل. لو شوي كان زتنا مع الورود كان حملناه وشلفناه كان الشعب بياخذه بالأحضان. والله احكي لنا شو ليش دمعت فوق؟ والله لانه حسيت هيك الشعب شلون هيك ملتف وعم يروح لنا بعد ما كان يخاف من هي الطياره ويلاقيها شيء مرعب له. وهلا ان شاء الله بهالقياده الجديده الحكيمه ان شاء الله نكون هيك منصورين ونتابع للامام، يعني بدنا نحن تقدم للامام ويكون الشعب كله ملتف حوالي القياده تبعه. يعني شعرت انه الناس عندها اقبال على وجود الطياره؟ طبعا لك استقبلتها للطياره. كانت اول شيء فزعانه منها. انا مني واحد ناس كنت اشوف طياره يهرب. ايه كانت العالم فزعانه منها شيء مفعزه، وقت هلا شافوا انه عم تزت عليهم ورود وملصقات كويسه وحلوه، يعني شيء من وين حضرتك سيادة العقيد؟ انا العقيد محمد قاسم ملي من الشام. والنعم، ايش قد صار لك منشق؟ انا صار لي 14 سنه منشق. 14 سنه ما طلعت بهي الطياره. ايه وهلا رجعت والحمد لله، ورجعت حساسيتنا وكانه تاركها من قبل بيوم. والله ما شاء الله ما شاء الله عنكم، والله والله لمست هذه المشاعر كلياتها. الحمد لله. الله يعطيكم الف عافيه ويقويكم وان شاء الله عودا حميدا. الله يقوي هالقياده الجديده كمان. الله يحفظكم يا رب. الله يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. الله يبارك فيكم. انت بالذات لحالك انت واخوتك قصه. اي والله. احكي لنا شو شعورك اليوم، هات لنشوف. والله هذا يعني شلون. اول شيء بدك تعرفنا بحالك ومن وين؟ العقيد علي حبوله وحسين من محافظة حما، بلدة حلفاية. والله والنعم. بلدة الصمود والتصدي. اهل حلفاية كلهم هون. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. والله البلد كله ما قصر، ما حدا قصر، كله قدم شهداء وكل واحد قدم على قدر استطاعته، وان شاء الله هلا وقفنا على الطريق الصح. ان شاء الله هيك يهني هالشعب بالنصر، وان شاء الله افرقت. يعني هلا الشعب بلش يعرف الفرق. الطائرة كانت رمز للرعب، رمز للخوف، للدمار. هلا ان شاء الله للسلام، لحمايتهم، لنقل الجرحى، لخدمتهم. ان شاء الله نحن بخدمتهم ولحمايتهم، وان شاء الله ما بنقصر. الله يبارك فيكم. الف مبارك للشعب العربي السوري كليته. سيادتك قد صار لك منشق؟ انا انشقيت ببداية 2012. بداية الثورة. بداية الثورة. اي. ايش كان عملك في الجيش؟ انا طيار. قائد طائرة. اي. ايش قد صار لك مركبة بالهليكوبتر؟ انا من شي شهر بلشنا طيران. من اول تحرير. من اول تحرير. بداية 2012 لهلا. ان شاء الله رجعنا
للعمل ان شاء على الله. مدار السنوات الماضيه كنت تفكر بينك وبين نفسك انه ممكن يجي يوم ترجع تركب طيارتك تطلع بسما والله سوريا؟ انا ما قطعت الامل، انا كان يعني تفكيري بس انه وجد قائد انتصرنا، والله سبحانه وتعالى هيأ لنا السيد الرئيس ان شاء الله، يعني الله هيك يديم عليه الصحه والعافيه ويحميه ويهيئ له البطانه الصالحه ان شاء الله. الله يعطيكم الف عافيه ويقويكم الله وجزاكم الف يعافيكم. خير، الله وان شاء الله يا يبارك رب فيكم. الله سوريا يخلينا إياكم. بنشوفها باحسن حال، إن شاء الله. بهمه لا، بهمه الأحسن، رجالها. الأحسن، الله يعطيكم الف الأحسن. عافيه ويقويكم يا رب.